طبعا استحالة ارمي اي حاجة باقي عندي في التلاجة طالما لسه فيها امل. كان عندي حتتين جبنة قريش كده، خدتهم من التلاجة وحطيتهم على نار عالية. هفضل اقلب فيهم باستمرار، هتلاقوهم نزلوا كده المية بتاعتهم. في الوقت ده هنضيف بقى على طرف المعلقة كده سنة من البيكنج صودا او الكربونات الصوديوم، وهنقلب كده. هتلاقيه الجبنة بتاعتك هتبدأ تلم وتفصل عن المية بتاعتها. هنا بقى هنبدأ نوطي عليها النار خالص على اقل درجة حرارة علشان الجبنة بتاعتنا تلمها على بعض، علشان تبدأ تعمل معانا كورة زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده. شايفين المية بدأت تفصل والجبنة بدأت تلم مع نفسها. شايفين بقى المطة هنعمل بيها اجمد جبنة موتزاريلا مع بعض، وهتوفري بقى مبلغ حلو جدا من الجبنة الموتزاريلا تكون متوفرة عندك باستمرار. هنقلب بقى كده لحد ما تدينا المطة الجامدة دي. لازم يكون فيها مية، لان المية دي هي اللي هتديها المطاطية، وهي اللي هتخليها ناعمة جدا زي ما هوريها لكم في الاخر شكلها وقوامها عامل ازاي، زي العجينه الناعمه المتجانسه كده. هوريكم في الاخر شكلها اهو. الميه بتاعتها شربتها، وبصوا شايفين بقى المطه تحفه ازاي، تحفه جدا. وعملت معانا جبنه موتزاريلا. بس طبعا ناخد بالنا ان الجبنه تكون ملحها خفيف، لو ملحها مش خفيف تنقعيها في ميه علشان تطلعي منها كل الملح الاول. بصوا شايفين بقى التحفه. هنفضل نلمها كده لحد ما تلم معانا، وبعدين نحطها بقى في اي حاجه تاخد شكل المدور زي ما احنا شايفين. تحتيها ورق استريتش او ورق تلاجة او اي كيس عندك، وندخلها التلاجة بقى تسقع لمدة 3-4 ساعات، ونطلعها بقى نبشرها. وهوريكم الجمال. بصوا مطاطية جدا والتحفة. هنبشر او نقطع بقى سلايز براحتنا، ونبدأ بقى نحطها في سندوتش علشان اجربها لكم واوريها لكم قد ايه هي تحفة وجميلة جدا وموفرة معانا جدا جدا. بصوا الجمال، بصوا المطة بجد خطيرة جدا، وبقت سهلة معانا وفي اي وقت نقدر نعملها. وبس كده خلاص، وباي باي.